ومثلوا بالجسر وصاروا يلبنوا جو المصارف. فهو بده يعمل البيان منشان الناس اللي برا يدعموه بالمصاري بحجية سلاح ويهرب فيها برا البلد. طلعوا ثاني يوم عملوا البيان للثورة بمدرسة خربة الجوز. اللي زعوا للبيان واللي صاغوا جميل صائب واللي كان يترجم لهم بالإنجليزي شخص اسمه تامر من مدينة السويدة. شو صار حكي بأثناء البث المباشر، لأن كان في عدة محطات فضائية عربية وأجنبية. أنا ما كنت معهم جوا بالغرفة، بس كنت برا واقف بالباحة. المهم إنه بثوا وزعوا للبيان. بعد منا دخل الجيش على منطقة بدامة. كان في إسا فرصة تقريبا يومين أو 3 للأهالي النازحين اللي بعدهم إسا ما فاتوا على تركيا اللي هن بخربة الجوز. كانوا بدهم يرجعوا على مناطقهم على بيوتهم بالجسر. فبيت المصري وجميل صائب وخيو سلام ومعارفهم يلي هن بالجسر صاروا يقولوا للأهالي ما ترجعوا، الجيش والأمن عم يقتل فيكم وعم يغتصب أولادكم وعم يخلوهم إنه بلا تياب ويضيفيهم شاي وقهوة وكل شيء. إنه وهذا الحكي منه مزبوط، بس لسبب إنه ما يرجعوا، لأن كل ما كثرت الأعداد على تركيا النازحين عم بيكون هذه قوة للنازحين على الدولة. طب أنت بعد ما غادرت غرفة العمليات وين رحت وشو عملت؟ لما فات الأمن والجيش أستاذ الكريم طلعنا على تركيا. في ناس فاتت عن طريق البوابة، لأن كانوا السيارات اللي تابعين للدراك جاهزين ناطرين العائلات يحملون بالسيارات، وفي ناس تبعت عن طريق الجبال مشان ما يفوتوا على المخيمات. ومن ضمنهم هال10 أشخاص اللي نحن كنا بغرفة العمليات طلعنا عن طريق الجبل، مشينا تقريبا شي ساعة ونص، لأن كان معنا شخص اسمه عبد السلام بيعرف طريق الجبل، لأنه هو شغلته تهريب سلاح وغير سلاح. فأخذنا وطلعنا على تركيا على ضيعة كويتشي. عدنا يومين عند شخص اسمه أردوغان. بعد يومين انقسمنا قسمين، قسم ضل عند أردوغان وقسم راح عند شخص اسمه أكرم، يلي الشخص اللي كنا عند أكرم أنا وجميل صائب وخيو سلام وشخص اسمه نزير وزاهر. يلي بقى عند أردوغان مأمون حمودي، محمد صباغ. بعد منا بيومين اجى طارق بشيل عنده. لما كنا بتركيا استاذ كريم كان يجوا اشخاص كثير من عدة دول، بس اكثر شيء اللي كان يجي لمحل ما نحن كنا موجودين ويلتقي اكثر شيء بجميل صائب ومأمون حمودي كان شخص يدعى ابو احمد بيقولوا له صهر العرب. بس ذكرني اسم المنطقة بتركيا اللي كواتشي، ضيعة اسمها كواتشي. ايه. كانوا يجوا شخصين بالسيارة، شخص اسمه أبو الفضل يلي هو من اللاذقية منطقة صليبة، يرافقه شخص يدعى صهر العرعو بيقولوا له أبو أحمد، شخص بال40 45 بالبرجلابية وملح الدقن. كانوا يجيبوا إعانات للشاب أردوغان يلي كل الإعانات اللي كانت تجي للنازحين يحطوها في بيته عنده. وأبو الفضل وصهر العرعور من ضمن هالعالم يلي كانوا يجيبوا إعانات لإلهم. ومن ضمن الإعانات كانوا يجيب لهم سيديات وفلاشات عدة التصوير والشغل وكاميرات، وأي شيء بيلزمهم كانوا يقولوا له لأبو الفضل بدنا كذا كذا، ثاني يوم يجيب لهم. يعني أي شيء يطلبوا منه كان يجيب لهم إياه. عندك فكرة عن مصدر هاي المساعدات والإعانات والأموال والأجهزة من أي جهة كانت تصل؟ اللي بعرفه أنا من خربة الجوز، من لما كنا بخربة الجوز الأجهزة كانت تجي عن طريق شخص اسمه أبو إسماعيل، بعتقد اسمه خالد، بعتقد ما أكيد، بس على يعني المهم هذا شقيقه لمأمون حمودي. منين كان يجيبها؟ من تركيا، هو متواجد بتركيا. وعلى الأغلب المصاري اللي كانت تجاه لمأمون حمودي كانت تجاه من فرنسا من شخص اسمه تامر لمصر، من مصر تجاه لأبو إسماعيل لخيو تباعا. كانت أعتقد أنه كان يشتريهم هو للأجهزة من تركيا ويمرق له إياهم لمأمون على خربة الجوز، والمصاري وأي شيء كان يأخذهم مأمون عبر أخوه أبو إسماعيل.
فنحن هناك أستاذ الكريم الكاميرات العربية والأوروبية والعالمية موجودة على سطح منزل، كانوا يصوروا الأحداث النازحين ووجود النازحين بخربة الجوز وبالمخيمات. طب هل وصلت أنت أخي محمد للمخيمات شيء؟ فتت على المخيمات؟ لا، على المخيمات ما فتت، ولكن عندي بعض المعلومات بالمخيمات. سمعت بعض الأقاويل ضعتك وجهي، وكانوا يتصلوا فيها لجميل صائب انه كان في حالات اغتصاب من السوريين وبعض الاتراك وبعض المسؤولين الاتراك عن المخيمات التركيه باغتصاب بعض النساء. طبعا هذا اللي عرفته بوجودي مع جميل صائب، لاني كان هو الحركه الفعليه للمخيمات والسمعيه واي شيء بدهم اياه، المظاهرات ولا مثلا كان يقول له جميل لاحد الاشخاص بالمخيم اليوم بدكم تعملوا مظاهره كذا كذا عنوانه، اكتبوا لافتات واعملوا سووا، يعملوا. تعرفت انت من خلال ذلك او عملت لقاءات مع احد المحطات او نهائيا ابدا؟ او تعرفت على اشخاص؟ تعرفت على شخص حمزه غضبان بيطلع على محطه بردة، مذيع اعلامي، فينا تقول اعلامي ومذيع. اعلامي حمزه غضبان. حمزه غضبان كان يعمل عده لقاءات مثل جميل صائب، نزير وحسين. الو ايوه كيف الجهاد؟ اهلين. طولت تجي؟ ها؟ طولت تجي؟ لا ما نطول، هلا طالعين. هذول الشباب بدنا نعمل فيهم، نعمل لهم مقبره جماعيه، ايش رايك؟ اشوف تبعين امن عسكري يا حسين. ايه اشو قل لي؟ بدنا نقبرهم كلياتهم مع بعض اللي قتلناهم ونسوي مقبره جماعيه ونبعثها لبرا، ايش رايك؟ دقيقه اشوف بسام، ليكو بسام جنبي، دقيقه نتشاور انا وياه. نتشاور؟ هلا انا قلت له بس انت ارجع كذا لي الله يسلمك. ايش؟ بسام بدفنوا الامن هذول مقبره جماعي؟ عم يقولوا لي بدفنوا المقبره الجماعي، بيعملوا له مقبره جماعي وبده يصوروه. اشو يا بسام؟ اشو بس؟ خليه تفتشون برات البلد؟ يلا بسرعة. ماشي. الو. ايه لا لقيت على البسام ما تدفنوا كلهم سوا، تنكشفوا بكل المحل اقبروا 2 ما صرت ننكشف ولا غير ننكشف، بدي يقولون اني بعدين بس بدي يصورون اني معبر جماعي، اكتشفنا من اهل الجسر شهور اني يعملوا معبر جماعي وما لنا خبر فيها المعتقلين. هذا هيك بدنا نسوي. توكل على الله. بس بعد لنا جميل او شو اسمه، وانا سكت عليه وخليه يطلعوا يصوروا هالشيء. خليه يصورون ويطلعوا على الصعيد. انت بس تطلع شو اسمه، خليه يصورون خليه يطلعوا، ما بيسمعوا مني، بيسمعوا منك انت اكثر مني. اني انا تقطرون عليك بأنا تقطرون. دقلوا انت بيسمعوا منك، انا ما بيسمع مني. طيب ماشي يلا ماشي عليك. ماشي. أنس قطروني وشو اسمه كانوا يصوروا المظاهرات بجسر الشغور، وبشير كانوا يصوروا المظاهرات بالجسر وممكن بإدلب، ولما فات الجيش على منطقة بدامة وجسر صاروا يصوروا كيف دخل الجيش ويعطيه اياهم لمأمون ويبعتوه. حكينا عن علاقتك بالإعلامي حمزة غضبان من قناة بردة. حمزة غضبان تعرفت أنا على هنيك أثناء وجودي، فأخذت وعطيت معه بالكلام، فمن ضمن لأني حمزة غضبان ما إجا يوم واحد، ضل تقريبا بحدود الأسبوع أو 10 أيام هنيك، فصار في ود بيني وبينه. هالود هيدا تقربت عليه وتقرب هو مني، فأعطاني عدة أرقام لعدد من المعارضين السوريين. مثل مين؟ مثل مأمون الحمصي، محمد رحال، زهير الصديق. لما حكيت أنا مع زهير الصديق ما عن طريقي أنا مباشرة، ولكن انوجد هنيك شخص يدعى عماد الصديق، عبقول انه هو اخوه، مع شخص اسمه الدكتور محمد خير الله، وشخص من جبل الزاوية شاب هيك باول عمر بال25-30 سنة اسمه احمد شو ما بعرف. فهذون عبد السلام احد المهربين يلي كان معه السيارة، هو عدة اشخاص كانوا بدهم يضربوه، بدهم يقوصوا. السبب انه فكروا انه هذول جايين بدهم يقوصوا لجميل صائب، فدق لاخوه زهير الصديق قال لهم انا اخوه لفلان هي يحكوا معه. فهذا كانت انا اول مكالمة لإلي معه.
طب شو كان مضمون الحديث بينك وبين زهير الصديق ومأمون الحمصي؟ كان المضمون انه استاذ زهير ممكن تبعت لنا شويه مصاري، لان نحن محتاجين مصاري، محتاجين بدنا نجيب شويه اغراض، بدنا كذا. قام قالنا وبدنا سلاح. قام قال لي هلا انا راح خلي شخص بعد من هلا شيء نص ساعه، شخص يدعى الخال راح يحكي معك من السعوديه، بيقول لك كيفك يا خال، انت شو بدك بتقول له. فعلا بعد نص ساعه دق الزلمه بيقول لي كيفك يا خال، فانا عرفت انه هو من طرف زهير الصديق. قلت له كتر خير الله الحمد لله، شو معتازين شو بدكم؟ قلنا له بدنا مصاري، نحن طلبنا مصاري وسلاح من رئيس من زهير الصديق، فانا هلا بدي اقول لك الخال بعد نص ساعه بتحكي معه. فكان جوابه انه من هلا شي يومين هلا عندهم اجتماعات مع بعض الجوامع لحتى يلموا التبرعات وشو بيقدروا يبعثوا لنا بيبعثوا لنا. فبعد فتره طلع الشخص مثل ما بيقولوا من احد الكذابين، فما بعت اي شيء. انت رجعت للقطر مره ثانيه لسوريا، حكينا عن دورك بعد ما رجعت لسوريا، شو عملت؟ لما رجعت على سوريا. وكيف رجعت؟ رجعت عن طريق شو اسمه تهريب، لاني انا فايت تهريب، رجعت تهريب. رجعت وصلوني شباب من شخص يلي كنت عنده انا بالبيت، اتصل باحد زملائه قال له في عندي شخص كذا كذا بدنا نوصله على سوريا. قال له تكرم عينك. ليش رجعت؟ رجعت لاني شفت شغلات كثيره منا مضبوطه، شفت الناس كيف عم تتاجر بالشعب السوري ببلدنا، فقلت انا هيدا غلط، وانا لازم ما اكون مع هيك عالم، ما اكون هيك بمجتمع. انا مني عامل شيء، اذا كنت انا غلطان غلط صغير ليش انا بدي اعمل غلط كبير؟ ما عندي مشكله. فعلى الاغلب انه انا ما علي شيء، فرجعت انا تهربت ما علي شيء.